كلنا طبعا عارفين تشات جي بي تي والضجة اللي هو عملها في الفترة الأخيرة، خصوصا مع تطور الذكاء الاصطناعي وهكذا، وإن هو بيعمل لك مهمات كبيرة في وقت قليل. ولكن من المشاكل اللي كانت بتواجهك إنك أنت لازم تكلمه بالإنجليزي 100%. كان ممكن نحل المشكلة دي بإن إحنا بنترجم من جوجل وبعد كده نبعت له السؤال وهكذا. ولكن إيه رأيك النهاردة أقول لك طريقة إنك أنت تكلمه باللغة العربية وكمان بطريقة مجانية من غير أي مجهود أو أي حاجة، وكل ده هنعمله عن طريق الموبايل بتاعنا. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. أتمنى كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نخش الموضوعنا النهاردة تعمل لايك وكومنت للفيديو ده وكمان تتابعني. يلا بينا نبدأ. ليه أنا قلت لك هنعمل الحاجة دي بطريقة مجانية وكمان عن طريق الموبايل؟ لأن عن طريق التليجرام في بوت اتصمم مخصوص أو اتبرمج عشان يحل لك المشكلة دي، وهو بوت اسمه تشات جي بي تي Arabic. الفكرة فيه بس إنك أنت بمجرد ما بتدوس على كلمة ستارت أو بدء في الأول، بس بيطلب منك إنك أنت تشترك في كذا قناة، يعني مثلا من القنوات الداعمة للمبرمج ده أو هكذا. ولكن ممكن تشترك فيها وتخرج منها بعد كده، مش هيحصل يعني مشكلة. المهم هيشتغل معاك بشكل سهل جدا. تبتدي بقى بمجرد ما تبعت له السؤال بتاعك هو هيرد عليك بالإجابة اللي أنت عاوزها. فأنا فكرت ان انا ليه ما اسالوش في كذا مجال، يعني اساله في مجالات مختلفه واجربه اشوف هل هو كويس ولا لا. واول مجال اخترته هو مجال الرياضه. سالته نادي برشلونه خد الدوري الاسباني كام مره، وابتدى ان هو يرد عليا وجاوب وقال لي 26 مره، ولكن هيبقوا 27 ان شاء الله الموسم ده. فمن غير ما اطول ونخش في تعصب تعالوا نروح للمجال التاني. طلبت منه بعد كده مقال عن البرمجة بشكل عام. ابتدى ان هو يكتب لي مقال، ولكن في الاول بيبتدي يحمل شوية وبيرد عليك بالمقال بشكل كامل. تقدر انك انت تاخده كوبي بيست او تاخد منه افكار وهكذا لحد ما تكمل المقال بتاعك. طبعا تكتب مقال عن اي حاجة يعني براحتك. لكن كان في مشكلة بسيطة واجهتني، ان انا كتبت له مثلا سؤال عن عجائب الدنيا السبعة، وهي من المجالات اللي هي الثقافة العامة. كتبت له السؤال ولكن الصياغة ما عجبتوش أو الصياغة ما فهمهاش، لأن ده زي ما اتفقنا متبرمج بالذكاء الاصطناعي. يعني لو أنت ما فردتش عن السؤال بالطريقة اللي هو متبرمج بيها يقول لك حدث خطأ، يعني هو ما فهمش السؤال. فتبتدي تكتب السؤال بطريقة تانية وهيبتدي يرد عليك. هياخد وقته بس ثواني بسيطة، أقل من ربع دقيقة حتى، وهيبتدي يرد عليك عادي جدا. كلنا لما بنيجي نفتح أي تطبيق على الموبايل أو بنفتح أي تطبيق على البي سي بيبتدي ان هو يجيب لنا في الاول شاشة ترحيب كده. الشاشة الترحيب دي مش بتيجي من الهوا. هو المبرمج اللي بيبقى مبرمج الحاجة دي بيبقى في الاول عامل كود برمجي للترحيب بيك عشان يجذب الانتباه اكتر للتطبيق او الحاجة دي، عشان الواجهة بتاعة المستخدم اللي هو حضرتك تكون احسن يعني بالمعنى العامي. طلبت منه ان هو يكتب لي كود برمجي عن التحية، فابتدى ان هو ياخد الوقت بتاعه وابتدى يرد عليا. وطبعا لو انت متعمق قوي في البرمجة فممكن تسأله في حاجات اكتر وهو هيرد عليك. سألته بقى عن حاجة تانية ليها علاقة مثلا بمجال المحاسبة، فسألته كتبت له المحاسبة المالية المصطلح بس. ابتدى ان هو برضه ياخد وقته ويرد عليا وفسر لي المحاسبة المالية بالتفصيل، وان هي اصلا قسم من اقسام التجارة. يعني انا اكتر واحد ممكن اقول لك ان الاجابة بتاعته كانت صح لانها في كلية تجارة. يعني تأكد ان هو كمان بيجاوب لك اجابات صح، بيساعدك وبيوفر لك وقت ومجهود. واخر مجال حبيت ان انا اسأله فيه وهو مجال الطبخ، فسألته عن طريقة عمل الكيك. طبعا كلنا عارفينها بس انا مش عارفها يعني، فسألته فيها فابتدى ان هو يرد عليا. ممكن انت تسأله في حاجات اكتر. المهم ان انا سألته اسئلة مختلفة وجاوب عليا في وقت قليل جدا. تقدر انك انت تتعمق او على حسب الحاجة اللي في دماغك والموضوع اللي انت بتبحث عنه تسأله وهو هيرد عليك. اتمنى النهاردة اكون حليت لك مشكلة تفيدك وتساعدك في المستقبل. انا يحيى الشافعي، فما تنساش بقى اللايك والمتابعة والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.